صاحب الجلاله يهيب ابناء الشعب المغربي انهم يعيدوا ياك. كاين العيد ولكن غير لا ما يذبحوش عندك الحق. يعني الشعيره اللي هي الذبح اللي ما غاداش الدار، لكن يوم عيد الاضحى هو يوم عيد هو ديني. لكن الذبيحه ما غاديش تكون. فارتأيت ان نتكلم يمكن على هذا الموضوع هذا باش نوجدوا لهذا اليوم العيد، نوجدوا هذا اليوم العيد بالتضامن وبالاتحاد والوقوف ديالنا وراء قرار صاحب الجلاله نصره الله وشفاه، انه شاف وارتأى. وطبعا هذا الشيء مبني على معاينات، احصائيات، امور اللي هي عشناها، اننا ما نذبحوش هذا العام. يعني ما نضحيوش بالكبش اللي موالفين كنضحيو به، اللي موالفين تيخصنا واحد 4 ولا 5 ديال المليون، لان ممكن الا ضحينا يمكن نلقاو مشكل. اولا وحنا تنشوفوا بان العام الاول العمليه كان فيها واحد التعثر، اولا الغلاء، ثانيا تم الدعم الاكباش، ما شفناش نزول ديال الاثمنه ولو كان هناك دعم. اللي مازال لحد الان فيه واحد نقطه استفهام، فين مشى هذاك الدعم، لما تعطى شنو هي النتيجه ديالو، واش استفدنا، واش هبط الثمن، واش ما هبطش الثمن. لما عمري كان تيسحبني ان المغربي يمكن ما يعيدش العام الاول، ما يعيدوش بزاف ديال الناس، ما يعيدوش لان ما عندهمش باش يعيدوا. لكن هذا العام هذا هو استثنائي، هذا قرار ديال الملك، وحنا ما يمكننا الا كلنا نجندوا وراء صاحب الجلاله، لان ذلك من اجل المصلحه العامه، المصلحه ديالنا. فالناس يخصهم يلتزموا بهذه المساله هذه لاسباب كثيره. اولا هناك قرار ملكي، وحنا دائما ملي تيقول صاحب الجلاله شي حاجه حنا دائما معاه، كنشوفوا فينا الاب ديالنا، المسؤول ديالنا، ولي الامر ديالنا، امير المؤمنين ديالنا. اذا الى ضحى هو راه غادي ينوم علينا كاملين، فخصنا نلتزموا بهذه النقطه هذه. ثانيا هذه الرمزيه ديال قرار ملكي. ثم المساله التقنيه هي عدم وجود العدد الكافي. واذا مشينا حتى ذبحنا، الناس يمكن يعني يديروها، يقول لك انا عندي واحد الظروف استثنائيه خصني نذبح الى اخره. تنقول له راه يمكن لنا هذاك القرار خصو نشوفوا الاثار ديالو العام الجاي، هو اننا نلقاو القطيع ديالنا كبر لواحد الدرجه وتنمى. علاش؟ حيت هذا العام ما عيدناش. اذا خصنا نحترموا هذا الشرط هذا باش العام الجاي يكون عندنا ان شاء الله فائض، وتكون حتى الاثمنه نازله. كنتمنى على ان هذا ترافقوا تدابير حكوميه، ماشي غير هذا القرار بوحده، ترافقوا باش نشوفوا المشكل ديال الكسام، مشكل الفلاح، مشكل ديال العلف، مشكل ديال الولاده، يعني الكثره ديال العدد ديال الرؤوس الاغنام. نشوفوا المشكل تاع تكون التدابير تكون كترافق هذا القرار هذا. اذا خصنا نشوفوا هذه النتائج، باش نشوفوا هذه النتائج خصنا نحترموا هذا القرار هذه من الناحيه التقنيه الفنيه الواقعيه. ثم كاين مساله هي سبب اقتصادي ايضا، الناس ما عندهمش باش يعيدوا. اذا الا ما كانش عندهم باش يعيدوا واتخذ القرار بان هذا العام ما غاديش نذبحوا، اذا خصنا نكونوا مرتاحين، ما نحسوش راسنا باننا تحرمنا من شي حاجه. الواحد اللي غادي يقدر يشري استثنائيا باش يفرح براسو، هذاك اللي كان مولف باغي يعيد حيت غادي ياكل اللحم ان شاء الله مزيان، يمكن له يكتفي انه يشري كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو، لانه هنا فين تنبينوا التضامن ديالنا والتلاحم ديالنا، واننا ملك وشعب كنكونوا كنتكلموا لغه واحده. وحتى هذه رساله اللي كدوز حتى الناس اللي متبعينها، اللي يعني كينتظروا فرص فاش ينتقدونا ولا يشوفوا شي ثغرات. نقول لهم لا، هذه فرصه باش غادي تشوفوا الى اي مدى نحن متماسكون بعضياتنا، افراد ديال الشعب والملك والسياسيين ديالنا. ملي تكون شي حاجه هكا وطنيه راه كلنا كنتجمعوا وراء القرار ديال صاحب الجلاله. فلهذا اذا الاسباب الرمزيه ديال قرار ملكي، اسباب تقنيه فنيه واقعيه. ثم ملي تنتكلم على الحرمان راه يمكن نتفاداو بهذه الطريقه اللي قلت، ماشي باش نذبحوا، لكن قبل ما يشدوا الجزاره، وقبل وما نظنش هذا العام واش غادي يشدوا الجزاره، لان الجزاره اللي كانوا كيشدوا حيت كيكون كلشي عنده الحولي ديالو. انت مشيت هو يعيد وتيقول لك شكون عندي اللحم ومشى عنده اللحم. اذا الجزاره غيبقاو حلولين، لكن الاسواق كنظن بانها غادي تشد قبل الاعياد، لان ما يمكنش ندخلوا الاكباش نقولوا للناس حنا ما غاديش نعيدوا وندخلوا حنا الاكباش والناس يبداو يلقاو راسهم قدام. اذا والمساله اللي هي الاخيره هي يعني بالنسبه للدين حنا معفيين لان هذه سنه نبويه. الامير المؤمنين الى ضحى، الى هو ذبح الاضحيه ديالو، فهو كينوب علينا كلنا، وبالتالي غادي نكونوا مرتاحين. يعني كيفاش نتفاداو الفوضى التجاريه اللي كتسبق العيد، وكيبداو الناس يعني بعض التجار لا سمحهم الله كيبداو يدخروا كيبداو يخزنوا مثلا الكبده وداك الاشياء ديال الكبش، وتيقول لك نخرجها نهار العيد والثمن ديالها اليوم 150 درهم مثلا الكبده، نهار العيد غادي 300 درهم. هاد الناس بداو كيهضروا في هذا لا هذه تشنقت من نوع اخر. هذه هنا وزاره الداخليه مشكوره لحد الان. انا من بعض بين الوزارات اللي يعني عندها واحد الجديه وواحد المصداقيه وواحد الوزن وواحد الثقل.
يعني ماشي وزاره سياديه غير هكاك، بل حتى الاشخاص اللي كيشتغلوا فيها زعما كمسؤولين في هذه المناسبات بحال هكا كيكونوا دائما في المستوى وبالمرصاد لهذه الممارسات. وكنتمنى انهم يتخذوا تهم تدابير استباقيه باش يوقفوا هذا النزيف ديال هذه المزايدات، ديال هذا الاحتكار، ديال هذا الشنقه اللي سميتو انت الشنقه اللي هو ابتزاز ديال المواطن. وخاصه ان تنقول كاين ظروف ديال الغلاء في المواطن ما عندوش فين يزيد. فهنا وزاره الداخليه يمكن خصها تحط شويه هذه الحمله اللي دايره ديال الاستيلاء على الملك العمومي والبناء العشوائي هذا، وينطلقوا شي شويه دابا استباقيا الوقايه من هذه الممارسات اللي ممكن تزيد يعني تستنفذ الجيوب وتمس الجيوب ديال المواطنين. لكن المقصود في هذا كله هو اننا نكونوا كلنا موحدين ومتضامنين ونديروا اليد في اليد وراء القرار الملكي، كيف دائما كنا عبر التاريخ علاقه الشعب بملكه.